مش فاهمة حاجة يا عبد الله، ما تجيب من الآخر. حقيقة أنا في أزمة فوزي. أزمة إيه يا أخويا؟ بعد الشر عليك من الأزمات. يا عم أزمة إيه؟ استنى أنت يا مروان، قول يا أخويا، قول أنا سامعاك. أنا محتاج فلوس. محتاج فلوس؟ أنت محتاج فلوس؟ عيب يا راجل، ده أنت كلك فلوس، ده أنت سمعتك جايبة البلد من شرقها لغربها، ولا الهانم زنت عليك؟ مش لزوم الكلام ده يا فوزي، أنا بتكلم معاك عشان أنت أختي. تتكلم معايا؟ من متى يا قلب أختك بتتكلم معايا؟ ولا حتى افتكرت إن ليك أخت مرمية في البيت هنا؟ أنت عارف أنت بقالك قد إيه يا عبد الله ما كلمتنيش؟ ولا حتى رنيت عليا وقلت لي كلمني شكرا وأنا كنت اتصلت بيك؟ فوزية الحكاية بقول لك إيه يا عبد الله، الشويتين دول ما يخلوش عليا، والمسكنة اللي أنت راسمها على وشك دي ما تدخلش على عقلي. عيب يا راجل، عيب تبقى راجل كبير كده وجاي تتكلم في فلوس وانت كلك فلوس. فلوس ايه يا عبد الله اللي جاي تتكلم فيها دي؟ عمتي جرى ايه يا روح عمتك؟ مش عاجبك كلامي اياك؟ ممكن نأجلوا الكلام دي لبعد الغدا؟ وبعد الغدا ليه؟ ما اللي هنقوله بعد الغدا نقوله دلوك. بص بقى يا قلب اختك، يا نن عين اختك من جوه. اسمع يا مروان عشان تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. الحكايه وما فيها شغل حريم، هري وغيره. الست كريمه لا على حمي ولا على بارد، قاعده تبخ سمها في ودنك وتلاقيها بتقول لك الارض يا عبد الله، البيت يا عبد الله، الفلوس والتجاره اللي هم فيها دي من فلوسنا يا عبد الله. عاوزه تقطع وتشفي وتلهى في كل حاجه، لكن ده بعدها، انا بقى اللي هقف لها. أحب على يدك ما تزعلش. لا يا ولدي، أنا مش زعلان منها. فوزية في الأول وفي الآخر أختي. المهم أبوك. ما تخافش، أبويا مش هيسيبك يا عم. حكاية الأزمة دي إيه؟